قدامكم مباراة صعبة جدا في النهائي سواء مع سموحة أو مع الأهلي. لا خلينا نتكلم في المهم. انا مش هلعب في اسوان. انا مش هلعب في اسوان، فريقي مش هيلعب في اسوان. يعني النهارده لما بتلعب كل 3 ايام ماتش ودرجه الحراره في القاهره 45 واروح انا اسوان درجه حراره 5، يعني السيد رئيس الوزراء كان في هنا امبارح، هو السيد وزير التنميه المحليه ووزير الشباب. انا كنت امبارح النهارده الصبح كنت مع وزير التنميه المحليه، قال لك هنا 55 درجه. هو حضرتك عشان تفتتح استاد تهد حيلي؟ وبعدين انت عارف ان مع طبعا شعب اسوان فوق دماغي، بس انت عارف ان اسوان فيها اخوان مسلمين كتير، وانت عارف ان في مشكله بين الهلاليه والدبونيه هناك، وانت عارف ان حدود السودان مفتوحه. امن ايه اللي انت حضرتك عايز تعمله هناك ودي الدنيا مفتوحه؟ يعني انا اعرف ان الدوره الصيفيه بتعمل في اسكندريه، الدوره الشتويه بتعمل في اسوان. حضرتك تعمل أي مكان ثاني غير أسوان. يا بيع. شعب اسوان ده شعب طيب ومحترم جدا، وانا نفسي نروح نعمل افتتاح هناك، بس ما نعملش افتتاح وحراره 50 55 درجه و60 درجه. يعني انت عايز تموت العيال؟ انا مش فاهم. يعني انا يبقى عندي اسكندريه وعايز اعمل تنشيط لسياحه اسكندريه، انا بقول اهو اول ماتش اهلي وزمالك في الدوري باذن الله بامر الله، لو ماتش الزمالك انا بقول لك اهو هنبقى في الشتاء نروح نلعبه في اسوان. هيبقى ملعب الزمالك اقول له اتفضل نروح نلعب في استاد اسوان. تبقى الحراره هناك 40 مثلا، لكن الحراره واصله 60 درجه. انتم كإدارة في مش نادي هلعب الزمالك في اسوان. شو الإجراء اللي حتتخذوه يعني؟ هو انا قلت سيد وزير الشباب، والسيد وزير الشباب اقتنع. سيد وزير الشباب عايز، هو عامل استاد جديد محترم وعايز يفرح بيه هو يعني عامل شيء راقي، بس ده مش وقته. يعني انا اعرف انه عشان اعمل زي ما قلت لك دوره صيفيه بتبقى في اسكندريه، اولا بنشط السياحه هناك، واخد بالك. لكن انا اروح اسوان ودرجه الحراره في عز الحر وبعدين انت عندك كل 3 ايام ماتش، ده الماتش يوم السبت، ولو الاهلي كسب بكره او سموحه كسبوا بكره يعني فاضلهم 3 ايام، يعني كام ده عليا وعليهم، وطياره راحه وبعدين رجراجه. في ليه؟ حضرتك بتعذبنا ليه؟ لا انا مش هلعب في اسوان، كلامي واضح. هو حضرتك عايز يلعب في اسوان يلعب لوحده، برضه ده ملوش علاقه بشعب اسوان. بيقول لك شعب اسوان شعب طيب، شعب محترم، شعب كريم جدا، بس مش وقت. مفيش حد يا جماعه بيروح يلعب في اسوان في الصيف ويلعب في الشتاء في اسكندريه. يعني لا اسوان تنفع ولا الغردقه تنفع ولا الجونه، لان الوقت الحراره في ال3 اماكن دول في المدن دول عاليه جدا ورطوبه عاليه. هيكون خطاب رسمي منكم؟ يا بيه انا بص، انا ما كنتش اقدر اقول النهارده، انا قلت لهم امبارح واول اسوان لا، بس انا ما اسوان لا بالكلام، لكن انا ما اقدرش اقاطع، وانا كان لسه ليا فريق لسه، انا ما بحبش اقاطع، انا لسه قايل لك ما اقدرش اتكلم عن الدور الرابع ولسه في الثالث لو تفتكر وانا داخل، لكن فريقي مش هيلعب في اسوان. حضرتك عايز تلعب في اسوان مع احترام الشعب اسوان روح يلعب. يا اخي ده اسوان لسه محلين فيها مشكله، لسه لغايه اللحظه دي فيها مشكله كبيره بين عيلتين وقبيلتين كبار. هو حضرتك عايز تفتتح الاستاد، انا قلت هو كلامي واضح، افتتحوا يا بيه في الشتاء في اول ماتش مصر منتخب مصر مع اي فريق من اللي جاي لك يلعبك من افريقيا بالبطوله افريقيا. رد فعل الاتحاد كان لا ما الناس هتتجاوب طبعا، لانه مش هيكتفونا ويودونا غصب عننا، وانا متاكد برضو نادي سموحه والاهلي هيقول لك مش هلعب في اسوان. اصل انا مش، بص هو في النهايه الماده الخام هو الفرق مش الاتحاد، هو الاتحاد بيعذب الفرق. يعني هو انت جاي تعذبني؟ انا بقول لحضرتك الحراره النهارده شوف في القاهره 35 والعيال مش هتجري، ما بالك اسوان مثلا يبقى 55 و60. انا بقول لك انا هو اول مباراه للاهلي والزمالك في الدوري باذن الله بامر الله في الدوري هنبقى دخلنا في الشتاء، انا بقول لك اعملها في اسوان وافتتح الاستاد بماتش اهلي وزمالك بجمهور اسوان العظيم، انما ما تجيش الحراره 60 درجه وتقول لي اروح العب في اسوان. لكن